بجد طعمها تحفة، جربوها ومش هتندموا. اكون خلصت معاكم السمك الفيليه بالشكل ده، هيعجبكم جدا. عملت جنبه كمان شويه سلطه طحين. تعالوا شوفوا بقى احنا هنعمل سندوتشات ازاي. هنجيب العيش كده زي بتاع المطاعم بالظبط، نعمل كده، ونحط السمك بتاعنا الفيليه بالشكل ده، ونحط عليه حبه من الجرجير. بألف هنا وشفا. ان شاء الله هتعجبكم الطريقه. لو عجبتكم الطريقه ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. هنا نفس التتبيله هعملها مع السمك الفيليه. انا جبت الفيليه ده قشر بياض مش بلطي، هقطعه بالشكل ده او حسب ما انت بتبقي عايزاه. ممكن تقطعيه صوابع لو هتعمليه ستريبس سمك، او ممكن تقطعيه كده جزل، فده في ايديكي. هقطع الكميه اللي عندي كلها وهتبلها بنفس التتبيله اللي انا تبلت بيها السمك البلطي. كده التتبيله اهي معايا اللي انا عملتها للسمك، هحطها بالشكل ده على الفيليه. طعمها جميل جدا لو عملتيها كمان في اي سمك، حتى لو هتقليه مش شرط يبقى ملح وليمون وزيت وخل والكلام ده كله. صدقوني التتبيله هتعجبكم جدا وهتعتمدوها بالشكل ده. يلا نشوف الطريقه. طبعا هنا بعد ما تبلت السمك معاكم بنفس التتبيله بتاعه السمك ده، سمك الفيليه بالشكل ده. هعمل معاكم بقى الكفر اللي بيتحط على السمك الفيليه من بره. اول حاجه هجيب شويه كده من الدقيق على قد مقدار السمك اللي عندك. هتعملي الخلطه بتاعتك. انا ساعات كنت بعملها بخلطه سايله اللي هي الملح والدقيق، شويه ميه والبابريكا والملح والفلفل والكمون وكده، وهنا هحط حبه من النشا بالشكل ده. وابتدي بقى اتبل كل الخلطه اللي عندي دي بشويه فلفل، بشويه من الكزبره الناشفه، شويه من الملح بالشكل ده، معلقه من الكمون. وهتقلبي كل الخلطه دي كده على بعضها عشان تتبلي بيها السمكه بتاعتك او الفيليه. عايزه تحطي بابريكا تحطي، عايزه تحطي حبه من الكاري برضو حطي، لو انت عايزه لون السمكه معاكي يبقى احمر او اصفر. ولو عايزه اللون بتاعه يبقى فاتح شويه او لون جميل كده، حطي شويه من بودره الزعفران مع الدقيق. اللي ما عندوش بودره زعفران مفيش اي مشاكل خالص، هيحط حبه من البابريكا وحبه من الكاري او الكركم. كده هنحط حبه بابريكا بالشكل ده، تدي لون حلو قوي للسمكه معاكي بعد ما تتقلي في الزيت بالشكل ده كده. زي ما قلت لك لو عندك زعفران حطي شويه. كده هنتبل السمكه. انا بعد ما هتبلها واخلصها بالشكل ده هحطها في الفريزر شويه علشان الكفر يثبت عليها من بره. بحاول ان انا انفضها كده. هخلص المقدار وارجع لكم. هنا خلصت خلاص مقدار السمك كله، واحطه في الفريزر لمده 10 دقايق قبل ما اقليه.
عشان الكفر ده ما ينزلش في الزيت. هنقلي معانا الفيليه اللي طلعناه من الفريزر بالشكل ده.